سيادة المستشار الفقيه الدستوري كمال الإسلامبولي، رئيس المجلس الوطني المصري وعضو التيار الشعبي، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، ومساعد رئيس حزب مصر الحديثة والمتحدث الرسمي باسم الحزب. برحب بيك سيادة المستشار ومنورنا. الله يخليك، متشكر ليك. في البداية يعني سيادة المستشار اسمح لي مع السادة المشاهدين، وإن كان دي ملاحظة قبل ما نخش في صلب برنامجنا، ببدأ إعجابي على الهواء ببدلة حضرتك وبالشياكة. سيادة المستشار النهارده باللون الازرق والجرافطه والشياكه، برضه الدنيا شغل سياسه. هو على فكره جاني معاكسات من النوعين النهارده على ده الشارع. ده عامله شغل بقى النهارده بقى. فكويس انها لفتت نظرك يا هو في الواقع اكيد لفتت نظر كل المشاهدين مش الخلفيه مكملين يعني. انا اشكرك على لا ده اللفته طبعا. اللطيفه لا دي. ازاي بس سياده المستشار ده والواحد اصلا ما بيبقى من جوه متعكنن شويه فبيحاول يعوض من بره. ما انا عاوز بقى النهارده مع سيادتك بعيد عن جو العكننه واحداث البلد والظروف، احكي مع سيادتك والساده المشاهدين اللي النهارده هيبقوا مستنيين يفهموا منك ونسمع ونحكي في كلام كتير، نحاول بقى ايه نعيشهم الحدث ونعيش معاهم. تخرجني من المود يعني. هخرجك من المود النهارده. والله تبقى بطل. طيب عشان نخرج من المود بقى، انا عاوز ابدا بالشكل اللي انت شايف. كبدايه نعمل اطلاله سريعه على الوضع السياسي الراهن في مصر، بس لازم مبدئيا اخد منك كلمه سريعه تقولها لنا على شاشه العروبه في ذكرى رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بعد 43 سنه على رحيله. شوف، اولا انا مقابل اخويا وصاحبي وصديقي وحبيبي قبل ما نطلع المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، وانا تربطني بحكيم صداقه حلوه. هو تاريخ انسان جميل. وبعدين بنشم في شخصيه حكيم ريحه الزعيم عبد الناصر. الله. انه اثر من اثار الزعيم. صحيح اثار الزعيم عبد الناصر كبيره وكثيره، لكن بتشوف شخص دم ولحم من صلب عبد الناصر وصديقك. قلت تعبير قوي، بتشم ريحته فيه، ده شيء تعبير هو معبر تماما وحبيبك. وهو كمان حكيم شخصيه رائعه يعني. في رمضان قبل اللي فات كنا الصديق الرائع امين اسكندر كان عازمنا على الفطار في رود الفرج وشبرا. وبعدين كنت انا والصديق الحبيب حمدين صباحي والمهندس عبد الحكيم. فرحنا فطرنا، وكان في مؤتمر شعبي بعدها. المهم بعد الفطار قعدنا على قهوه شعبي كده، شغل بقى اللي بين الناس، الشغل اللي بين الناس الجميل ده. وبعدين طلعنا، وكان ايامها دكتور عمرو حلمي وزير صحه في وقتها، وكان معانا على منصه الضيوف وكده، وعملنا احتفاليه جميله قوي. فحكيم كمان الموضوع امتد للسحور، واحنا كمان هنتسحر هناك. كملنا الاجواء جميله. يوم كله ببلاش يعني. فحكيم مشي تقريبا يمكن الساعه 1 او كده، فماشي انا وحمدين فواخدين ايدينا في ايدين بعض كده وماشيين. فكل واحد جاي سمع بقى ان حكيم المهندس عبد الحكيم عبد الناصر بن الزعيم جمال عبد الناصر موجود. فالدنيا اتقلبت. وهو كله جاي يسلم عليا، الله يرحم ابوك يا ابن الزعيم. الله يرحم ابوك يا ابن الزعيم. هو كان ماشي افتكروك انت المهندس حكيم. فحمدين جنبي قال لي ايه، وهم عشان ستايل واحد فمشيها على كده. وده شرف. قلت له طبعا شرف. طبعا شرف لا يزال شرف. فلما اجي اقول بقى في ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر خالد الذكر وخالد الاثر، ان هي احياء كما ولو كان جمال عبد الناصر هو قائد ثوره 30/6. تمام. ده انا كنت جاي لك في السؤال ده تحديدا بعد وسنه بيقولوا السنه دي احتفال غير كما ولو كان قائد ثوره 30/6. هي
عبد الناصر كان ليه محورين في ثورته عظام جدا. محور داخلي عبارة عن ثورة داخلية ونهضة عظيمة في كافة المجالات. تمام. وعلى المحور الخارجي قيمة مصر كرائد في أمتها وكلاعب أساسي وصاحب دور أساسي في الإقليم وصاحبة وزن دولي وقاطرة إفريقيا وبؤرة العالم الإسلامي وقلب العالم الإسلامي، السنتر. فعبد الناصر خلى مصر هي دي، ومصر ما تكونش كده الا لما تبقى قويه، وقوتها في محورين: ملاك قرارها الوطني الذي تملك به سيادتها على ارضها وعلى سياستها، وتملك حريتها في توجهاتها دون املاءات من اي قوه ايام ما كانت، وعلى الاعتماد على الذات الوطني. دول تجسدوا في شخص الزعيم، يمثلوا الكرامة. عبد الناصر كان عنده حساسية شديدة جدا في الكرامة الوطنية، لا يفرط قيد أنملة في الكرامة الوطنية. انتوا مين ايا ما كنتم من قوة او مال تتكلموا على مصر عمق التاريخ اصل الارض. فمين اللي جاي بعدك ده يتكلم مهما كان عنده ثروه او مال والجرأة بقى ان انت عارف سيادتك سيادتك في الامثله العاديه في الافراد، واحد من عريق اسره عريقه واصيله وضاربه في التاريخ حتى لو ماديا مش قوي، فلن يعلو عليه احد من اللي بالك فيهم بقى من اصحاب الملايين اللي جايه من هنا او من هنا، ان لم يملك الاصل مع المال. فمصر بعراقتها هي ثروتها، بتاريخها هي ثروتها، بشعبها هي ثروتها. ويكفي لما عبد الناصر يقول لك انا الشعب هو الزعيم والقائد وهو المعلم. تمام. مش عبد الناصر قبل بس ما نخش في تفاصيل، عبد الناصر رحمة الله عليه كان همه الأكبر بناء دولة، وبناء الدولة مش هيكون أبدا في الداخل تقدر تعمل مشروعات تنمية ولا تنهض ما لم تملك قرارك السياسي وتعتمد على ذاتك الوطنية وعلى ثرواتك تستغلها بأقصى درجة من الثروة. عارف في مجال العلوم العسكرية انت تاخد معدة مهما كانت المعدة فيها تكنولوجيا، المهم استيعابك وقوة تعاملك مع الآلة العسكرية تفرق من الآلة دي تبقى مع الجيش ده او الآلة دي مع الجيش دي. فلذلك آلاتنا ومعداتنا العسكرية في مصر احنا قوة استيعابنا وتدريباتنا ليها بتبقى وتعاملنا وتوظيفنا ليها اكبر من قدرة اصحابها اللي وردوها لينا وبيذهلوا. فلما نيجي لعبد الناصر الثروة بتاعتنا بقدر الامكان مهما كانت قوية هنا او ضعيفة هنا في عنصر من العناصر، كان عبد الناصر بيستغلها بذكاء شديد جدا وبيوظفها بذكاء شديد جدا في خدمة المشروع الوطني النهضوي. فهو كان مؤمن بحاجتين: إذا ضمرت قوة الدولة فانكمشت داخل حدودك الجغرافية فأصبح هناك جاب واسع بين حدودك السياسية والجغرافية وبين قوتك كدولة. بقى جاب واسع قوي، يقدر أي حد يلعب لك جوه في موضع قدمك في أي مشروع تعمله فيفشله لك. لما تبقى قوتك على قدر حدودك السياسية يبقى اللعب معاك خارج الحدود. لما قوتك تتجاوز حدودك السياسية يبقى اللعب معاك أبعد وتقدر تعمل كافة مشروعاتك جوه الحدود. ما وقفش قصادنا في قصة السد العالي والصراع والتحدي فيها
قوه ولا بنك دولي ولا غيره. وكانت كلها ظروف حرب وتحديات غير ما وقفش مسبوقة. دول عظمى ما وقفش كانت قصادنا في بتقول. قناه السويس وتحريرها، وانا بقول تحريرها اي قوه، حتى العدوان الثلاثي ومن يقول ان النصر كان سياسيا. تجلت عظمه الشعب المصري في ان 3 قوة استعمارية جبارة في هذا الوقت ما قدرتش تعمل معاها حاجة. يبقى اذا وفي 30/6 بقى كانت ثورة مش على نظام اخواني الذي قرأه عبد الناصر منذ القدم. الربط بقى انا عايز سيادتك مع ساده المشاهدين كده، سياده المستشار، تربط لي موضوع الربط ما بين احداث 30/6 متمثله في شخص الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وشفنا النهارده او بنشوف اليومين دول حتى بعض التلميحات، وسيادتك معروف عنك الصراحه سياده المستشار، سياده المستشار كمال يا جماعه، يعني دايما بقول الصراحه ايا كان الكلمه رايحه فين وجايه منين، الناس ربطت ما بين شخصيه. الحمد لله، اصل ده طبعي. انا عشان كده عاوز ايه، على فكره انا اعرف سيادتك شخصيا، فانا عارف ان الصراحه دي سمه في شخصيه حضرتك. طبعي في حياتي العاديه. ربطت هبقى غامض ليه؟ بالظبط. الغموض بالمناسبه، انا مش عايز اقطع حضرتك. لا اتفضل 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 يا سياده المستشار. الغموض الحقيقه حين يكون في الانسان، والكذب هو نوع من انواع الجبن. بيقولوا السياسه احيانا بيبقى لها تداعيات، وسيادتك رجل سياسي وموجود في الوسط السياسي، فده بيتطلب بعض المواصفات من السياسيين. مش كل الناس بيملكوا نفس الجرأه والشجاعه والمواجهه، لا سيما ان الحرف اللي طالع من الرجل اللي بيعمل في السياسه دائما وابدا بيبقى محسوب عليه، صحيح. يكون محسوب على حزب هو بينتمي ليه. صحيح. فعلشان كده كان سؤالي لحضرتك، الناس ربطت حتى الاحتفالات، بيقولوا السنه دي هل هي الاحتفالات صدفه مبالغ فيها او شويه مسلطين عليها الضوء في ذكرى رحيل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وده طبعا اقل ما يجب نقدمه بعد 43 سنه في ذكرى رحيل الزعيم بالفريق عبد الفتاح السيسي بصراحه كده. قالوا هو بيبقى استنساخ، حتى احنا كان معانا فيديو هنعرضه مع سيادتك كده على مدار الحلقه، ان حتى التشابه النفسي ما بين الفريق الاول الفريق عبد الفتاح السيسي والزعيم الراحل جمال عبد الناصر في موضوع ان هو الكتاف المفروضه، طريقه الكلام، طريقه الشجاعه، الاقدام، صنع القرار في مواقف حساسه جدا، قارنوها ب 30 يونيو بفتره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. حضرتك شايف فعلا الناس ليها حق مع اختلاف المقارنه طبعا تشبه الظروف بعد ثوره 30 يونيو فريق؟ حاضر. عايز اقول الاول في حته الكذب، لان هي مش مساله سمه فرديه والصراحه وغيره. اللي بيكذب ده جبان، وبالتالي الحاكم اللي يكذب على شعبه ده جبان، الحكومه اللي تكذب على شعبها جبانه. عبد الناصر كان صريح مع شعبه. يعني انا حته منطقه الكذب وما جبتها في شخص ان انا صريح وواضح. انا بكره الكذب لان بكره الجبن. انت مصنف الكذب ده جبن، ايا كانت الحقيقه مؤلمه ايه او ايه اللي يخليني اكذب قدام سيادتك ما لم اكن ان انا بخشاك في امر ما وبخاف منك في امر ما وانا عامل الغلط. ايه اللي يخليني اكذب؟ مفيش مبرر، مش كده برضه بالظبط. لكن ما ابقى واضح وصريح، ابقى عندي الشجاعه ومواجهه الموقف وتحمل التزاماته وتبعاته والامه النفسيه مهما كانت حتى لو مش هيعجب كل الناس الكلام، حتى لو انت في الداخل منهار. تمام. لابد انك تقيم وزن صلابتك ولارادتك بصراحتك وتتغلب بصراحتك على كل المواقف. ودي كانت سمه الزعيم جمال عبد الناصر لما كان بيخاطب الناس يعني. بالظبط كده. عبد الناصر بقى كان بيجي ايه، ننتقل من المثل الفردي ده الى عبد الناصر الزعيم. عبد الناصر كان، وما كانش الدنيا في الاعلام والميديا زي دلوقتي، كان تقريبا في كل خطاب بيحكي للناس ما حدث بين الخطاب والخطاب من مقابلات. تقابلت مع فلان وقال لي وقلت له واحنا عيب ان انا استلف عشان ابني بلدي، وقال لي اصل مش عارف. بيحكي للناس لانه هو مؤمن. عبد الناصر مؤمن بانه الناس قدمته مش عشان يخبي عليها، وانما عشان يتكلم باسمها ويمثلها، واللي بيحصل معاه يقوله للناس. فكان بيقوله للناس. ما شفناش ابدا الحاجات اللي في الخفاء اللي دارت دي الا في السنين الاخيره وفي العقود اللي بعد كده.
ودي فراسة زعيم. هقول لك على حته من فراسة عبد الناصر وارجع. من طبعه ولا دي بتبقى موهبه يعني طبع. دي بسمه في شخصيته، لا مش لا ان انت بتاخدها حاجه مكتسبه؟ هي في طبع عبد الناصر. اقول لك عشان كده بيوصل للقلب بسهوله الناس. هي بالظبط كده. عبد الحكيم بره يقول لي انت عمال تتكلم عن عبد الناصر احلى مني. شفنا الفتره اللي قبلنا يعني الظروف بتفرض نفسها. وهو خد من وقتي بقى. فانا ده فقلت له بره انت انا باكل اكلك وانت تاخد وقتي في الاعلام. خدت الناس افتكروك هو برضه يعني. لا هو انا حداء. انت شفت اللقاء بره او مش شفت؟ لا لا ما شاء الله عملنا يعني. ببعض ازاي يعني. كنت هرجع لموقف الزعيم. حضرتك قلت هنرجع بقى اذكر في شخص. اذكر اصل عبد الناصر برضو انخرط قبل التنظيم الضباط الاحرار في كافه، كان العمل السياسي سري، فانخرط في كافه الجماعات السريه. لذلك لما هو بقى في الحكم عارف دول بيفكروا ازاي ودول بيفكروا ازاي ودول بيفكروا ازاي. نقطة قوة. دي بقى نقطة قوة في مش ايده. في اي حاجة. بالظبط. كويس. بالظبط. في نفس الوقت هو ابن الصعيد وابن الارض دي وابن الطين ده، ففاهم طباع الناس. هديك مثل للحتة دي عشان اللي مش عارف يعرف مين عبد الناصر. كان في زيارة للصعيد مرة وراكب القطر، والقطارات ما كانتش زي دلوقتي يعني، وكان واقف بيحيي الناس كده والباب مفتوح، فواحد رماله سرة اللي هي منديل بيسموه ايه مش عارف، اللي هو الكارو ده بتاع ليه اسم كده، منديل بقوية. ما اعرفش والله اسمه ايه. اللي هو الكارو ده اللي هو كان بيربطوه الناس زمان، فرموه العمال بيربطوه على دماغهم منديل كارو كده. رماهول. رماه سره كده في سره ورماها، فالحرس اتخض افتكر قنبله. اما اترمى قال لهم استنوا بس افتحوها بالراحه، دي مش ما فيهاش حاجه. هو اللي قال ما فيهاش حاجه. فتحوها لقوا ايه؟ قرن كشك وجبنه قريش وبصله ولقمه عيش. ده وجبه الغيط دي. وجبه الارض. قال لهم لا، قال لهم دي رساله من عمال التراحير بيشتكوا لي بيه حالهم. دي رساله من عمال التراحير بيشتكوا لي حالهم. خلي بالك من المغزى. ترجم الصوره بتاع المنديل اللي انا مش فاكر اسمه ايه الكارو ده. ترجمه ان ده رساله شكوى من طبقه في المجتمع بتشتكي حالها، لانه عارف ان ده اكلهم وده منديلهم. فاول ما رجع مصر عمل قانون الا تقل اليوميه العامل. على طول بقى رد الفعل السريع بقى، بمجرد ما انت جات لك الرساله دي بتروح تنفذ بقى. عن 10 قروش، ما كانتش الاول بتساوي مليمين وثلاثه وتعريق ونص قرش. للجيل الحالي ما يعرفش الجنيه فيه. زمن. الجنيه فيه 100 قرش يا اخوانا. كان والقرش كان فيه 10 مليمات. طبعا الجنيه دلوقتي بيطلع زي المليم بتاع زمان. فطلع عمل اليوميه ما تقلش عن 10 قروش، كانت بنص قرش يعني 5 مليمات. فده قد ايه دي فراسه الراجل. ارجع بقى ل 30/6. فريق عبد الفتاح السيسي بقى، عاوز حضرتك تقول لي فريق اول عبد الفتاح على فكره السيسي. برضو حته الخمس فدادين اللي بيقول لك تفتيت الارض الزراعيه للي مش فاهم برضو. للي مش فاهم الارض الزراعيه لما عبد الناصر ادى 5 فدادين 5 الاغنيه العظيمه دي، هو لما جه دي ما كانتش عشان هو حاول يغير العقيده العسكريه عند الجندي المصري. بمعنى كان في البدليه 20 جنيه اللي بيدفعها ما بيروحش التجنيد. فمين اللي بيدفعها عملا؟ اللي عنده ارض، اللي عنده بيت، اللي مقتدر، اللي بيملك المبلغ. كان مبلغ كبير 20 جنيه. فهو لما ادى 5 فدادين يبقى اللي بيخش الجيش ما عندوش حاجه. طب يدافع لك عن ايه؟ يدافع عن ايه؟ فادى ال5 فدادين
عشان يبقى الولاد ولاد الفلاح ده عندهم حابب الشيء يدافع اللي اللي يدافعوا يتحافظ عنه. عليه. فدي عقيدة عسكرية بيغيرها في نفسية الجندي المصري. في نفس الوقت ارتبط بقاعدة مصالح مع شريحتين كبار جدا في المجتمع. اصل انت لما تيجي تحكم، وانا مش ناسي سؤالك، الفريق قوي عبد الفتاح السيسي انا معاك و30 انا معاك انا معاك، انا بس حابب أنا- يعني انا مستمتع والحوار بياخدنا، لان طبعا حضرتك يعني ربنا يخليك. بترصد التاريخ مش كل الناس تعرفه، فانا شخصيا مستمتع وانا بسمع منك. ربنا يخليك، ده اتفضل انا اللي يا فندم. بستمتع بحضوري معاك. اتفضل يا سياده المستشار. وانت ناس من اللي تملك صفة نادرة في المذيع، الله يخليك يا أستاذ وهي الله يخليك. الانصات. يعني وما انتش متكالب انك تقاطع عشان الكادر يجي عليك ولا الكلام لا لا، احنا بص، النجم في حلقتنا او في فقرتي الضيف، الله ولما يخليك. يكون بحجم سياده المستشار ربنا كمال يخليك اسلامول لازم ويبارك الناس فيك. تسمع. انا بدا معايا التفاعل، الناس عاوزه اتكلمك اهو. يعني بقى التليفونات بدات اهو، ناخد التليفونات. طيب احنا معانا مين يا جماعه؟ استاذ فتحي من كفر الشيخ. استاذ فتحي شكر. كفر شكر، اجدع ناس يا استاذ فتحي، اهلا بيك. احسن ناس كفر شكر. اهلا بيك استاذ فتحي، سامعينك، اتفضل. عايزين نتكلم المستشار كمال الاسطنبولي. اتفضل معاك سياده المستشار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاستاذ كمال الاسطنبولي، المستشار كمال الاسطنبولي، او الاستاذ المستشار فتحي عبد العزيز نادي يا استاذ كمال. نعم. فتحي الاستاذ فتحي عبد العزيز نادي صديقه. اهلا بيك. البطاشين. اهلا 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 يا حبيبي، اهلا. ازاي حالك؟ الحمد لله. الناس هتقول لك المداخله دي مترتبه. لا احنا ما بنرتبش هنا على فكره مداخلات. والله لا. احنا هنا ما بنرتبش مداخلات خالص. ازيك يا باشا؟ الله يحفظك ويخليك. ازيك انت؟ ازي صحتك؟ ازيك يا باشا؟ الله يكرمك ويخليك. والله العظيم انا مبسوط. اسمعنا من التليفون بقى يا استاذ انا فتحي. مبسوط من كلامك يا استاذ كمال. ربنا وانا يخليك. قعدنا مع بعضينا وكنت صريح في كلامك وانت شباب. ربنا يبارك فيك. هو لسه شباب برضه يا استاذ فتحي. ربنا يخليك. لا هو يقصد لا. ان الصراحه عندي من صغر. تمام. ازيك يا باشا؟ الله انا يحفظك عندي ويخليك. قاعد في البدرشين برضه. انا في المعادي من زمان. انت قاعد في الهرم والمعادي. انا بقول لك بقالنا 40 سنه ما قابلناش بعضينا. ايوه، ما هو بالظبط كده. ما تكبرنيش قوي يعني صراحتي معاك كانت 14 سنة. من 41 سنه ما كان عندي سنه. لا معلش. انا بضحك معاك يعني. ادينا جبنا لك على شاشه العروبه عشان تسترجع ذكرياتك الجميله معايا يا استاذ يا فتحي. ما قعدنا مع بعضينا يا باشا. تمام. ربنا يكرمك ويكرمك في صراحتك في كلامك. ربنا يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب، ما تحرمش منك. متشكرين شكرا يا أنا استاذ اللي فتحي، شاكر شكرا، ليك. بنشكرك على شاكر الكلام. ليك. ويا ريت بقى من 40 سنه نجدد الوصال بعد 40 سنه. نفسي اجيلك البدرشين. نعم. مع الف سلامه. الف سلامه. شرف. الف سلامه. واضح ان الصوت كمان بيوصل متاخر شويه. بنشكر مداخلتك يا مع استاذ فتحي. السلامة. لما بيبقى في حد قريب من الناس، بتحس في نبره الصوت دي مفتعله ولا تمثيل ولا مداخله مترتبه ولا فعلا بيحب صحيح. حضرتك ده ولا واحد؟ هو الناس اللي نص بتشوفونا الكلام فاهمه. ما شافنيش من 40 بالظبط، سنه. يعني الناس اللي بيشوفونا فاهمه، وبتبقى هي دي السمه بقى اللي بتميز شخص عن شخص، خصوصا صحيح في مجال صحيح السياسة. صحيح. ارجع لك ورأيك في 30 يونيو وفريق فتح السيسي ومقارنه الناس دايما وتشبيهه. كنا بنقول حته قبل، فكرني بيها قبل ما فتحي خدنا من 40 سنه بقى هنجيب. كان قبل المداخله كنا بنتكلم الخمس فدادين. فهو ارتبط بقاعده مصالح كبيره. يعني انا لما اجي كحاكم كمال الاسطنبولي اهو الصبح عايز ابقى حاكم، قدامي طريق من اتنين مالهمش تالت. اشتغل لطبقه النبلاء. يعني في اللغه السياسه القديمه كان عندك النبلاء انت مصنف الشعب والرعاع. كانوا اسف في اللفظ، هم كانوا تصنيف في السياسه في العهود القديمه كانوا بيسموه الجاب ما بين الظروف الماديه مصنف في النظريات السياسيه. بالظبط، اللي هي يعني هنقول ايه، النبلاء والعامه. كويس. فكانت طبقه النبلاء هتشتغل لها بحيث ان هي تقطر
كل دول يبقى شغلك محدود على قدهم، وهم هيقطروا باقي المجتمع. فيبقى انت كانك اشتغلت المجتمع كله. ولا تختار السكه الصعبه وتشتغل لطبقه العامه باعتبارها الشرائح الاكبر، بس عليك في هذه الحاله ان تامن مؤامرات النبلاء. نبلاء العصر الحديث هم الصفوه واصحاب النفوذ رجال الاعمال والبيزنس مان والى اخر هذه المسميات يعني، وهكذا يعني. هتيجي تشتغل لمين؟ تشتغل لدول ولا تشتغل لدول؟ عبد الناصر اختار يشتغل للعامة اللي هم الطبقة الأكبر في المجتمع. تمام. فكان وبالتالي وجه خطابه مباشرة، وده اللي يفرق لك بقى في الخطاب. لو هتشتغل لطبقة النبلاء اللي هي الطبقة الأرستقراطية بيبان كلامك رايح لمين فيهم، يبقى أنت متجه لنمو مش لتنمية. نمو بمعنى انه الثروه هتبقى محتكره في ايد حفنه، الغني بيزداد غنى والفقير بيزداد فقر، وبالتالي لما يحصل نمو ايام مبارك كنت تسال لك في نمو 8%، نعم في نمو 8%، بس النمو في ايد مين؟ لمين؟ في ايد مين؟ في ايد في مجموعه رقعه الثروه المحتكره في ايد حفنه. فهذا النمو صابب في الثروه دي مش متوزعه، وبالتالي الباقي واقف بيتفرج واللي رايح منها فتات. الاخر بتوجه خطابك كتنميه في النجع وفي القريه، فافقي، ده راسي وده افقي، فالمردود سريع ومحسوس، وبالتالي هم اللي بيحموك وهم اللي بيعملوك الزعيم. فهو اشتغل على طبقة الفلاحين وكانت الكبيرة والعمال ونسابهم في مجالس الإدارة، أولادهم في الجامعات، التعليم المجاني الرائع العظيم اللي انت مش لاقي ربعه في الطالب المصري النهارده. فارتبط كزعيم بمصالح، بانه الراجل جاء من اجل ان يخدم هذا الشعب. يقول لك هو بيخدم عشان يعمل لنا زعامه ويعمل لنا مش عارف ايه. بيخدم يا سيدي، وماله ما يبقى المردود عليه انه يبقى زعيم. هو زعيم، ولولا انه زعيم ما كانش من شاء وابى من ابى، ما كانش خدم. تمام. فنيجي بقى ل 30/6. 30/6 هي في حقيقتها لم تكن، ولذلك بقى قراءة عبد الناصر للإخوان اللي قامت عليهم ثورة 30/6. أيوة. قراءة عبد الناصر للإخوان قراءة مبكرة، وقال فيها 4 أسطر. لو الناس رجعت لها بيتكلم عن النهارده كما لو كان موجود، أنهم لا يرضون إلا بالصعود للسلطة لفرض منهجهم على باقي الناس، ولو كان الوطن هو الثمن، وحدة الوطن هو الثمن في سبيل هذا الطموح. وعلى أرض الواقع هو ده اللي حصل بالفعل، وهو اللي حصل بالفعل. فقراءة عبد الناصر مبكرة جدا لتنظيم الإخوان. ما جينا في 30/6 فريق عبد الفتاح السيسي، فريق عبد الفتاح السيسي تشم فيه بقى انه واخد قبص عبد الناصر الذي ركن الى الشعب متحديا اي اراده عظمى في سبيل الحفاظ على وطنه. هي باختصار شديد. تمام. مالهاش زي ما يكون السيناريو بيعيد نفسه بس بشكل مختلف. انا بركن مع شعبي كقائد عسكري. هو واخد ريسك كمان. الموضوع ما كانش بالبساطه دي. فريق اول عبد الفتاح السيسي انا وصفته واول وصف طلع من عندي. قلت ان احمس قاهر الهكسوس واحمد عرابي ما شاء الله وابراهيم باشا قبل احمد عرابي، ابراهيم باشا الجيش المصري العظيم لما غرق اسطوله في بحر ايجا. وانا شفت الحته دي في تركيا، وبيكلم ابوه بيقول له الاسطول غرق، قال له خليك عندك اعمل اسطول تاني. قال له المدافع غرقت، قال له انت شيلها من البحر، انت شالها ازاي وحطها على الجبل ازاي ورفعها ازاي وصنع سفن من الغابات. انا شفت المنطقه دي بنفسي اللي هي غرق فيها الاسطول المصري، واستعجبت ازاي اتشدت المدافع كبيره تقيله بالحبال وبعدين اترفعت للجبل واصلحوها.
حد وصلاه وعملوا سفن جديده وعملوا الاسطول، ما رجعش يعيط لابوه ابراهيم باشا وشبهت واحمد عرابي اه وكل العظماء الافزاز الوطنيين في التاريخ المصري اتضربوا في خلاط واتحطوا في كوبايه وشربهم واحد طلع اسمه الفريق اول عبد الفتاح السيسي. قلتها مبكرا من اول ما دعا وقال عشان خاطر يا مصريين انزلوا. عايز اقول لهم انتوا مش عايز اقول اكتر من كده الخطر اللي موجود. انا بقول لكم عشان خاطر انزلوا. والناس نزلت ثقة في هذا الرجل انه لا يعمل لحسابه وانما يعمل لحساب امته. والفريق اول عبد الفتاح السيسي بقى بالمناسبة هقول حتتين. 30/6 كانت فكاكا من التبعية الامريكية اعلان بان احنا مش اتباع ومش هتفرض علينا حتى لو في حسابات مصالح، مش هتفرض علينا حكم اخواني. هو في الاصل انت حاططهولي عشان يفتت وحدة التراب الوطني عند بلدي. هقول لك لا امريكا ولا غير امريكا مفيش. فهي دي كانت وقفة الفريق اول عبد الفتاح السيسي اللي خد فيها المخاطرة الكبيرة واللي مثل منارة اللي نورت بالامل لهذا الشعب العظيم اللي هو لما بيحس بان هناك قائد وطني عظيم بيقود قطاره وسفينته في بحر والامواج المتلاطمه بيروح معاه ان شاء الله يحصل اللي يحصل. وده اللي حصل في. طيب انا عاوز اقف عند الجزئيه دي قبل ما هطلع فاصل سريع مع حضرتك، بس انا حابب اقف عند الجزئيه دي وقبل الفاصل اخد السؤال ده واجابته من حضرتك. لازم بتقول بعد المواقف بتصنع الرجال والعظماء، ولما يكون موقف بحجم واهميه وخطوره 30 يونيو وسيادتك شرحت وقلت لنا تشبيه رائع، كل دول اتضربوا في خلاط وشربهم طلع الفريق عبد الفتاح السيسي واخرهم الزعيم جمال عبد الناصر. تحديد مصير دوله وبلد كانت رايحه والراجل ده جه جابها بالشكل ده بالخطوره والمجازفه دي وكان شايل رقبته على ايده زي ما بيقولوا، لان انت ما كنتش ضامن الظروف ماشيه ازاي في موقف يحسب له تماما. على ارض الواقع بعد ما عدينا من 30 يونيو وشفنا المشهد السياسي، سيادتك متابع معانا طبعا على ضوء الاحداث اللي بتحصل في البلد في الفتره دي. بعض الناس بتطالب حتى وان كان هو اعلنها صراحه ان هو يبقى بعيد كل البعد عن المشهد السياسي في ترشحه لرئاسه الجمهوريه، بس في حركه اسمها نريد بتجمع له تقريبا دلوقتي مليون صوت ان هم عاوزين مش بقى يعني يقترحوا عليه او يصروا بحكم اللي شافوه منه ان هو يكون موجود على راس المرشحين لرئاسه الجمهوريه الفتره اللي جايه، خصوصا ان هو بعض الاراء الثانيه بتقول ان احنا محتاجين رئيس الجمهوريه القادم نظرا للظرف الحساس اللي بيمر بيه يكون ذات خلفيه او ذو خلفيه عسكريه. رايك الشخصي في الموضوع ككل وفي شخص الفريق اول عبد الفتاح السيسي، هل هو ممكن يقبل وان كان اعلنها ان هو يترشح رئاسه الجمهوريه والناس اللي عاوزاه، هل ممكن تقبل بديل ولا هو يستاهل طالما الموضوع مشي من اوله كده لغايه اللحظه دي؟ بكل الاخلاص والحب والتقدير لشخص الفريق اول عبد الفتاح السيسي وانا استحق ان يكون زعيم هذا البلد تمام ولديه المواصفات. لكن في حته مهمه، هو الان صانع رؤساء، مصنع رؤساء، مش هيبقى مصنوع. صانع بمعنى قدوه للي جاي، صانع بمعنى صانع احداث تاتي برئيس وتزيل رئيس. انا عامل قماشه معينه شكل البلد في موقف معين اللي جاي بقى يبقى والمصنع ده مصنع الوطنيه المصريه. بس مدير المصنع كان عبد الفتاح السيسي. فمن يصنع لا اعتقد انه في مرحله سيتحول الى مصنوع، بمعنى انه اتضربت فكره الثوره بانها انقلاب. قصدك وان الامر كله عشان ان هو طبعا في السلطه وان ده ممكن يخلي الناس تاكد المعلومه. فهو لو جه يترشح النهارده هو اذكى من حتى لو بمطلب جماهيري وضغط شعبي، حتى لو مطلب جماهيري، حتى لو مطلب يعني حتى لو 33 مليون دول نزلوا، ده هو بوابه تاريخيه عظيمه في التاريخ المصري. هو قال كلمه في خطابه ولا الفريق الاول عبد الفتاح السيسي بوابه تاريخيه عظيمه اثمن من الحكم
واسمى من اي ولا حاجه. شرف حمايه الوطن اسمى من شرف فانا حكم البلد. اللي هيحصل ساعتها بقى مم. لو اترشح وجه رئيس الخارج عاوز هقول لحضرتك كلمات اتفضل. او رموز او اسماء وترد عليا، توجه لهم رساله او تقول لهم كلمه واحده. طيب. تاني، كلمه واحده، كلام واضح اهو عشان وقتنا. لو هتوجه رساله لجنه ال50 هتقول لهم ايه؟ اقول لهم تغيير. تغيير. تغيير يعني على الدستور. تمام، انا تعديل. فاهم طبعا. الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. انت عارف طبعا بالنسبه لي لجنه ال50 انا كنت مرشح فيها، وعرفت من الكواليس ان انا مرشح، فاعلنت في الفضائيات الحق اقول انا مبدئي تغيير وليس تعديل، ولذلك ارفض الدخول في هذه اللجنه لانه مبداها التعديل وليس التغيير. دي لسه حتى اليومين دول فيها جدال موضوع كويس. التغيير والتعديل بعد القرار ده. الفريق الاول عبد الفتاح السيسي. منقذ. دكتور مرسي. انت كده قلت تقريبا. طب حزب النور انا كده اعتبرتها اجابه. ده مش عايز انا اعتبرتها ده اجابه. مش عايز كلمه واحده. ده مش عايز كلمه واحده. بس السكوت ده تعبير بالغ جدا يعني لغه الصمت دي يعني ده مش يعني. طب قول لي حزب النور. حزب النور غير. شايف له منطق في الوجود في المشهد السياسي بعد الاحداث دي؟ انا قلت له غير. يبقى اخيرا كلمه للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. كلمه واحده. ايوه، احنا قلنا من اول الحلقه حي. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ما زال حي. كانت اخر كلمات سياده المستشار كمال الاسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري وعضو مجلس امناء التيار الشعبي والفقيه الدستوري بالطبع ومساعد رئيس حزب مصر الحديثه والمتحدث الرسمي باسم الحزب. التايتل ما شاء الله، عاوزين حلقه نقدر نقوله فيه. بشكرك جدا سياده المستشار ونورتنا، واتمنى تكون فكيت والدنيا بقت افضل. والله فكيت بس ياك بعد ما اخرج تفك على قد الحاله وتقفل. لا بس البدله بقى النهارده هتعمل شغل لما ننزل المعاكسات اللي شغاله دي كده هتلطف شويه الجو يعني. بشكرك جدا سياده المستشار.